بعمر 41 سنة وكل هذا الشغف عنده، كأنما شاب 20 يحاول يسجل أول هدف في مباراته، كأنما شاب 20 يحاول يثبت للجماهير والمدرب والزملاء أنه أنا لاعب جيد. هذا رونالدو بعمر 41 سنة، رغم كل الجوائز اللي حصلها، رغم كل الأشياء اللي حصلها بحياته من مال وتقدير وسجل تاريخ وغيرها، بس بعده موجود عنده كل هذا الشغف. شنو السبب؟ أحكي عن 5 أسباب وراء شغف رونالدو. هاي 5 أسباب وراء شغف رونالدو، هاي لو استخدمتوها راح يصير عندك شغف بالحياة، تستخدمها بطريقة صحيحة. تعرفون ليش؟ لأن الشغف، تخيلوا الشغف هو البنزين اللي يحركك بهذه الحياة. والبنزين أنواع، اكو بنزين عادي، اكو بنزين محسن، اكو بنزين مغشوش. خل نعطيكم 4 أنواع. النوع الأول هو البنزين المحسن، البنزين اللي هو عالي الأوكتان. هذا أفضل شيء، أفضل محرك لك، هو عقدة إثبات الذات. وهذا طبعا بنزين ذو حدين. عقدة إثبات الذات من ناحية هي عقدة ممكن تعرقلك، بس من ناحية تكون محرك قوي لك. دائما تحاول تثبت أنك أفضل نسخة من نفسك، دائما تقارن نفسك بالنسخة السابقة. فعقدة تقدير الذات دائما عندك عقدة تكسرها وهي ما تنكسر، فتحاول تثبت ذاتك، أنا موجود بهذا العالم. فدائما تقارن نفسك بنفسك، وهذا هي الشغف والبنزين على الأوكتان. 2 الإدمان، بس إدمان المكافآت والإنجاز. أكو ناس عندهم إدمان يحصلون جوائز، عندهم إدمان يحصلون مكافآت، عندهم إدمان يحصلون تقدير من الناس. هذا إدمان المكافآت والإنجاز يصبح نوع من البنزين والمحرك، لأن هذا أكو نظام اسمه نظام الدوبامين ريورد سيستم، نظام مكافأة الدوبامين، أنك كل ما تحصل شيء تحس بنشوة وتحس بتقدير ذات. هذا صار عندك هذا الإدمان. هذا نوع من الإدمان الوحيد اللي هو الجيد، لأن هنا راح دائما تبحث عن نجاح، هنا دائما راح تحاول توصل إلى الأعلى وإلى القمة. السبب الثاني نقدر نقول سبب بيولوجي بحت، هو الدوبامين. السبب الثالث هنا سمحوا يرجع لفرويد والتحليل النفسي. كريستيانو رونالدو بيئته اللي انولد بيها كان عائلة فقيرة، وهاي البيئة العائلة الفقيرة وأصبح ناجح بعدها، يصير يولد عنده خوف بأنه أنا أخاف أن أفشل، وخاف هذا الفشل يؤدي إلى سقوطي وأنه أرجع إلى المربع الأول، أرجع إلى حالة الفقر اللي بيها، أرجع إلى حالة المربع والعالم الأول اللي أنا كانت عايش بيه وكنت أنا متأذي من عنده. فهاي حالة الخوف من الرجوع إلى المربع الأول وحالة الخوف من السقوط يحرك عنده الثبات والشغف بصورة دائمة. لأن بعض الأحيان هذا الشغف لا يأتي فقط من الحب، بل يأتي من الخوف، وهذا المزيج بين الحب والخوف ينطي قوة شغف مو طبيعية. شغف الشيء اللي أنا أحبه، وشغف الشيء اللي أنا أخاف أرجع له، أرجع للسابق، أرجع إلى وضعيتي السابقة اللي كنت بيها. أنا هسه مرتفع، أخاف أنه أسقط، فشغف التمسك بالشيء اللي أنا موجود به حاليا وأكون أفضل، وشغف الخوف من الرجوع إلى الماضي أو إلى المربع الأول. السبب الرابع هنا نرجع لفيكتور فرانكل اللي هو مؤسس العلاج بالمعنى. من هنا أنطى معنى لحياته. كريستيانو رونالدو كرة القدم ما عادت فقط كرة القدم، كرة القدم أصبحت هويته. شلون أكو طبيب عنده الطب هو هويته، النجار عنده النجارة هي هويته. فتشوفون يبدعون بهذا الشيء، النجار يبدع عندما يجعل النجارة هويته، إن هي تعبر عن شخصيته، فتشوفه يبدع بيها، يخلي لمساته فيها. أنا عامل الحب وعامل المعنى، تشعر أنك في هذه الحياة وأنت لاعب كرة قدم، أنت طبيب، أنت مهندس، أنت فنان، أنت رسام، تعطي نفسك معنى من خلال الشيء اللي أنت تسوي. وهذا طاقة شغف مو طبيعية، أكيد راح تخليك تبدع، وإذا ما تبدع أكيد راح تكون ناجح بمجالك. فأعطي معنى وأعطي هوية للشيء اللي أنت جاي تمارسه أو للوظيفة اللي أنت فيها. الخامس هو التسامي. التسامي يعتبر واحدة من آليات الدفاع النفسية. يعني أنت تشعر بالألم، تشعر بالفراغ النفسي، تشعر بالغضب، هذا كل هاي الطاقة تتسامى، تتحول بالفيزياء إلى شغف لكرة القدم. كأنما أنت بداخلك طاقة غضب تجاه أشخاص معينين، تجاه المجتمع، تجاه قضية معينة. هذه طاقة الغضب بدل ما توجهها بطريقة خاطئة وسبب لك مشاكل، تحولها فيزيائيا عملية التسامي إلى طاقة شغف اتجاه الشيء اللي أنت تحبه، وهذا يسمى التسامي sublimation في آليات الدفاع النفسية. هذا نشوفه واضح كنا بأيام لعبات رونالدو، من يصير عنده غضب شوي شوي يسجل ويرجع باللعبات، يسجل ويبهرنا بأهداف هائلة. هذه 5 عناصر تحولهن إلى شغف، طاقة شغف في المجال اللي أنت تحبه أو الشيء اللي أنت جاي تسعى للنجاح به، حتى يعطيك طاقة وتحقق هذا الشيء اللي أنت تريده.